بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم، نورتوا قناتي. اليوم راح نشارك معكم طريقة تنظيف الكرلاج وكيفاه نرجعوه يشعل اشعيل. ما تنسونيش حبيباتي الغاليات بالجيم للفيديو والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. الان راح نبداو في الفيديو، وما تقطعوش الفيديو، كملوه للاخير. عندنا هذا جل صول، هذا جربته، يعني انا اللي نصحوني به قالوا لي يرجع الكرلاج يلمع. انا لا، انا زدت اكتشفت فيه مش قلة معاني، نحي حتى الاوساخ، والاوساخ اللي تعود تاع الغبار اللي يعود مع السيمه البيضاء، يعني راح يقبضوا هذا الكرلاج يقبض الوسخ، يعني ما يتنحاش. كون ما نستعملش يعني مجهود ولا ندير جافيل وما يتنحاش. بصح هذا المكون تاع جيل صول صح روعه، وخصوصا هذا النوع اللي وريته لكم لي بالاسود، يقضي على الاوساخ نهائيا، ويبقى الكرلاج يعني ابيض ويشعل الشعيل، البياض تاعو ناصع. بهذه الطريقه نمرر نخلط الجل صول في الماء، ومن بعد نكبه في البلاصه اللي فيها الاوساخ المتراكمه، ونديروه بخزم ولا بجاكسه ونحكوه جيدا كما راكم تشوفوا. نعمروا فيه، وباقي هو اللي يعني دوكا هو المكون هو اللي ينحي، يعني ما عندهاش مجهود في الحكان، يعني دوكا حسب الاوساخ اللي كاينه. شوفوا النتيجة كيف هذا. ها هنا هذه البلاصة راهي فيها الأوساخ، كي نمرر عليها يبان النتيجة ما بين الكرلاج والكرلاج، يعني يرجع يشعل الشعيل كما راكم تشوفوا، طريقة واضحة. ويرجع يتنحى حتى منه الإصفرار من الكرلاج، يرجع أبيض. لهنا ثاني يعني كان بانت لكم في الكاميرا، هاني درت لكم الفلاش باش يوضح لكم الاوساخ، ودوكا تشوفوا كيفاه يتنحى. مع نمرر عليه الخزم يرجع يشعل شعيل. يعني جربته صح، يعني جال يعني نحي صح الاوساخ اللي في الكرلاج. نتيجة روعة، مش اللمعان. انا في اللمعان ما لاحظتش اللمعان، يعني كيما راهم يهدروا بصح الاوساخ يعني يقضي عليها صح. نتيجة مبهرة، ان شاء الله يعود واضح. انا نوضح لكم ونوريكم فيه كيف نشوفوا الاوساخ اللي تتنحى، ان شاء الله تعود واضحت لكم في الفيديو. ما بين الكرلاج ثاني يرجع نظيف. هذا هو اللي استعملته. جربت عدة خلطات طبيعية، بصح ما نحت ليش كيما الجيل صول، ما نحتش الاوساخ، فيها مجهود الخلطات الطبيعية، يعني مش بالسهل باش تنحلك الاوساخ المتراكمة. بصح هذا كي جربته يعني ما كان لي قال لي عليه وحدي، اكتشفت باللي راهي ينحي الاوساخ ويبقى الكرلاج نظيف، يعني كي تنحيه ما عادش تزيد ترجع فيه الاوساخ. والطريقة موضحة لكم تشوفوا فيها كيف راه يعني يتنحى ثم مع نعقب عليه بالجل، ما يقعدش حتى مدة ويتنحى ثم. ولي جربت الجل تقول لنا عليه رايها في التعليقات. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على المشاهدة، إلى اللقاء في فيديو جديد.